اسمع معايا كده المسألة دي. بيقول لك الشكل المقابل يمثل علاقة بين الفاي ام بملي ويبر، ملي يعني 10 أس سالب 3، وبين الزمن بالملي ثانية يعني في 10 أس سالب 3. وبيقول لك إذا طبعا أعطيك عدد اللفات ب 100، يعني أنت معاك الN ب 100، فإذا علمت أن متوسط القوة الدافعة خلال الفترة الزمنية دلتا تي القيمة دي طلعت 24 فولت. طبعا خدنا في الدينامو ان متوسط القوة الدافعة بيتحسب من قانون فاراداي، وبعمل دلتا ساين سيتا للفاي ام، فبقول له ان الاي ام اف المتوسطة تساوي سالب ان في بي في ايه دلتا ساين سيتا، طبعا سيتا بتاعت الفاي ام مش بتاعت الاي ام اف، ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على دلتا تي خلال الفترة دي. طب تعال نبص كده، الفاي ام بادئه من قيمه عظمى، يعني كده قيمه البي في ايه معاك على بعضها ب 8 ملي ويبر، وانت بادئ من زمن صفر. بعد ما درت سدس الزمن الدوري، لان الزمن الدوري باكس، سدس الزمن الدوري يعني سدس ال 360، يعني انت عملت زاويه 60، وانت اصلا بادئ للفاي ام من قيمه عظمى، يعني بادئ بالزاويه 90 على ال 60، يبقى انت في اللحظه دي وصلت لزاويه 150 للفاي ام. طب وبعدين كملت دوره كامله، المفروض الدوره الكامله 360 درجه، بس انت بادئ من 90، يعني هتزود على 360 90، يبقى انت هتوصل لزاويه 450 بالنسبه للفاي ام. طيب كمل بقى، هنعوض بالاي ام اف اللي هي 24 هتساوي، خد بالك بقى، سالب ان بتاعتك ب 100، بي في ايه في 8، ساين كام بقى يا باشا؟ ساين 450 ناقص ساين 150 على دلتا تي. طيب انا كده مين المجهول معايا؟ دلتا تي. عايز تجيب الدلتا تي، يبقى الرقم ده على 24 تطلع دلتا تي معاك. طبعا خد بالك انت ال8 لازم تضربها في 10 اس سالب 3 عشان دي ملي، وبالتالي دلتا تي تطلع معاك بالثانيه عادي، دلتا تي تطلع 1 على 60 ثانيه. خد بالك بقى، انا جبت دلتا تي اللي هي الفتره من سدس الزمن الدوري للزمن الدوري كله، يعني 5 على 6 اكس، هي دي الفتره اللي انا مشيتها. طيب يبقى انا عايز اقول له ان الدلتا تي تعادل 5 على 6 اكس، الدلتا تي ب1 على 60، 1 على 60 بتساوي 5 على 6 اكس، تطلع معاك قيمه الاكس ب2 من 100 ثانيه. هو عايزها بملي ثانيه، يعني هضرب في 10 اس 3 تطلع الاكس 20 ملي ثانيه. بس كده.